في شمال جواتيمالا وأجزاء من المكسيك حيث الغابات الاستوائية وهندوراس والسلفادور، كانت هذه المناطق موطن شعب هنود المايا. قامت هناك حضارة بلغت إواجها في عام 700 قبل الميلاد. كان وصول المستعمر الأسباني الأوروبي إلى الأمريكتين سببا في تدمير هذه الحضارة. اشتهر شعب المايا بالزراعة، واشتهرت بزراعة الكاكاو والفانيلا والفول والذرة. كان شعب المايا يقوم بحرق الأراضي لكي تتسنى لهم عملية الزراعة في أراضي الأمازون الخضراء. انتشرت آثار حضارة المايا في تلك الأجزاء التي سكنتها هذه الشعوب في جزء كبير من منطقة وسط أمريكا التي تعرف حاليا بجواتيمالا وبليز وهندوراس والسلفادور، وفي نطاق 5 ولايات جنوبية في المكسيك مثل كامبيتشي وتشياباس وكينتانا رو وتاباسكو ويوكاتان. يشير مصطلح المايا إلى مجموعة عرقية من السكان الذين يعيشون حاليا حول العالم، ويعود أصل أجدادهم إلى حضارة المايا، ويقدر عددهم بحوالي 6 مليون نسمة يتحدثون أكثر من 28 لغة تعود لحضارة المايا. كما يشير هذا المصطلح أيضا إلى الأجداد بحد ذاتهم الذين قطنوا خلال الألفية الأولى في أمريكا الوسطى وتحديدا في المكسيك وجواتيمالا. تركت حضارة المايا العديد من الآثار مثل الأهرامات والمعابد، كما تركت العديد من الفنون والمراصد وأدوات الكتابة والحلي والمجوهرات. كما كان لشعب المايا نظام التقويم الخاص به. بدأ عصر انحطاط حضارة المايا خاصة في الأراضي المنخفضة في جواتيمالا والهندوراس في نهاية القرن الثامن الميلادي، وانتهت في القرن العاشر الميلادي. وكان آخر معلم من معالمهم الحضارية المعمارية الكبرى قد بني عام 909 للميلاد. يرجح أغلب العلماء أن اختفاء حضارة المايا كان نتيجة لقرن كامل من الجفاف.